السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. الحقيقة أن الكلام عن المرأة اتخذه بعض الناس غرضا، وكان مقصده من هذا الغرض هو هدم الإسلام، وأرادوا أن ينالوا من الإسلام من خلال المرأة، فقالوا أن الإسلام حط من شأن المرأة، لأن المرأة إذا كرهت الإسلام أو ابتعدت عن الإسلام أعتقد أن الكون كله سيكون كذلك، لأن المرأة أم، المرأة أخت، المرأة زوجة، المرأة بنت، إما أن تكون ابنتك وإما أن تكون زوجتك وإما أن تكون أمك وإما أن تكون أختك، فالمرأة لها دور كبير مؤثر في أكثر من أسرة. فلو أن هذه المرأة كرهت الدين ستؤثر في أخيها، ستؤثر في زوجها، ستؤثر في أبيها، سيكون هذا التأثير، ستؤثر في ابنها، كل هذه تأثيرات. ولذلك حرص أعداء الإسلام على أن يمسكوا من هذه، أن يتصيدوا خطأ للدين من هذا المكان، وهو ليس بخطأ، إنما هو سوء فهم منهم، هم يحتاجون أن يفهموا هذا. تعالوا نشوف الحديث اللي هم قعدوا يتكلموا عليه ونشوف مع بعض إيه قصة الحديث. في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريدكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكسرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. يبقى إيه الرواية؟ الرواية النبي عليه الصلاة والسلام خرج في يوم الأضحى قال لهم: تصدقوا. ليه؟ أنا شفتكم أكثر أهل النار. ليه؟ قال لهم: أصلي أنا شايف إن أنتم بتكفرنا اللعن، تكفرنا العشير وتكسرنا اللعن. دايما المرأة أحيانا من صفات بعض المرأة العربية أن تكون كثيرة اللعن والسب والشتم والتعك، أحيانا يحدث هذا. والكلام ده لما النبي قالوا في مجموعة خاصة من النساء، ليس كلاما عاما لكل نساء الأمة إلى قيام الساعة. مش كل النساء كده، لأن في القرآن الكريم ربنا لما قال ربنا في القرآن آية بتبين هذا، بيقول إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، والإنسان هو رجل وامرأة. فإزاي ربنا يقول في أحسن تقويم ويجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول تكسرنا اللعن بأمر عام لكل الناس؟ لا، ده الكلام موجه إلى مجموعة من النساء التي كنا يجلسن أمام النبي صلى الله عليه وسلم وكنا يتصفن ببعض الصفات البيئية التي تعودوا عليها في هذا التوقيت، فرض النبي أن يطهرهن من هذا. قال لهم: خلي بالكم ويكفرنا العشير يعني. ولذلك حتى موجود لغاية دلوقتي، روحوا ساحات المحاكم شوفوا أي امرأة بتطلق إيه اللي هيحصل. اسمع بقى، يبقى كانت امبارح معاه في البيت وكويسين وزي الفل، تاني يوم غضبت وراحت عند أهلها ولا طلقت ولا أذاها ولا عمل فيها حاجة. اسمع بقى، اسمع كلام بقى، ادي يكفرنا العشير ده موجود. هذا ليس موجودا في كل نساء العالمين، وإنما في مجموعة معينة من النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه موجها إلى خصوصية النساء اللاتي كنا يجلسن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن على شاكلتهن إلى قيام الساعة. يبقى كلام خاص، وإلا يبقى في تعارض مع قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وإلا يبقى في تعارض مع كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسية امرأة مين؟ فرعون. ومين؟ ومريم ابنة عمران. ومين؟ وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وانتم عارفين الثريد اللي هو اللي بيسموها فتة عندنا، مش عارف يعني في كل دولة لها تسمية. يبقى أنا عندي المقصد في الحديث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع بعض النساء اللي كان بعضهن فيه هذه الصفات، يكفرن العشير ويكفرن اللعن. دي واحدة. الثانية إن عرض الحديث جاء في طلب الصدقة، كن الصدقة بتطفئ الخطيئة، فبيقول لهم: يا جماعة تصدقوا. ليه؟ عشان انتوا يعني
انا شفت ان انتوا اكثر اهل النار. ليه؟ عشان انت عندكم مشاكل كتير، فتصدقوا، عشان الصدقه يعني تكفر الخطيئه. فكانه حث من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء ان يتصدقن، اللي هم ايه؟ اللي قاعدين قصاده، بيحسهم على الصدقه، فجابها لهم من هذا الطريق. انت لما تروح تدعو واحد ولا ابنك الصغير ولا بنتك، لا يا حبيبتي اتحجبي والبسي واعملي عشان ما تخشيش النار، هتقول انت كده هتدخلي النار. هي هتدخل النار فعلا، ولكن هذا الكلام اللي بيكون المقصد منه مش دخولها النار ان خلاص هي من اهل النار، لا، وانما انت بتحمسها على هذا الامر. كمان الحديث في حاجه، كمان الحديث فيه حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. بيشير الى قوه المراه وقوه تاثير المراه في الرجل، لان المراه فيها رقه وفيها حنان، فيها مشاعر اكثر من الرجل. فالحديث بيشير الى هذا. يعني ايه؟ يعني بيقول ان النساء بتؤثر في عقل الرجل. ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن. ايه ده انتوا يعني لكم قوة تأثير على الرجال، فكأنها صفة مدح وليست صفة ذم، ولذلك هم تعجبوا قالوا ايه ده بقى، يعني اذهب للب الرجل الحازم العاقل، يعني احنا اكتر ناس نذهب عقل الرجال، وبالرغم من ذلك احنا ناقصات عقل. طب ازاي انا هذهب عقل واحد وانا ناقص